السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ طيبين بخير؟ معكم شيف يوسف. اليوم عندنا الأجواء في منطقة خرافي. اليوم نسوي لكم طبخة لا مثيل له في منطقة من الطبيعة ومن الجمال زي ما انتم شايفين. اليوم نحن في منطقة جولبينار ساحل. هاي المنطقة بيكون على أوروبا سايد في اسطنبول. طبعا عندنا المناظر الخلاب والأجواء الرومانسي اللي نحن نبغاها دائما ونعشقها. اليوم برنامجي اتغير كليا. اليوم ضرب على المناظر الطبيعة طبخ ريسيبي جديد كليا، هو الريسيبي تشيكن برياني. اليوم حنسوي التشيكن برياني تحت المطر. يلا شباب نلبس المريانة، نبدأ على الطبخ. بسم الله تبارك الله. شيف نص نص. طبعا نحن الآن صرنا شيف الطبيعة. طبعا حافظوا على صحتكم، تكونوا داخل البيت برا البيت، البس الجوانتيات بيكون افضل. هذا هو الرز البسمتي. الرز البسمتي بيكون بالبرياني هو الاساسي. في عندنا الرز نوعين، في بسمتي وفي سيلان. الرز البسمتي عامة بيكون الاكلات وكل شيء بيجي ممتاز. طبعا شباب نغسل الرز مع بعض، اهم شيء ننقعها 10 دقائق او ربع ساعه بيكفي، لانه نحن اساسا نسلق الرز ما يحتاج تنقعها تخليه ساعه او ساعتين، افضل لو تخلوه. البس الجوانتيات. هاي الغسل الاول نغسلها 2 أو 3 بيكفي، لانه عندنا مويه قليل نغسلها 2، نكون اقتصادي ما نسوي اسراف. نقعنا الرز نخليها 10 دقائق او ربع ساعه بيكفي، لانه المويه معتدل شويه ساخن بيزبط. نعم عندنا 2 كيلو اكثر شويه دجاج كامل يكون مقصوص على الطريقه مع العظم. طبعا هاي اهم شيء. عندنا هاي الدجاج من القصاب، انا اخذتها نظفتها شلت الجلد وقطعتها وغسلتها ومنقوع منظف. نعم هاي عندكم الدجاج جاهز منقوع نظيف، كلها بالعظم. اكيد بالعظم يكون، هاي نقطه مهم يكون بالعظم. اذا ما بيكون بالعظم برياني ما بيطلع. الطعم الاساسي العظم تبعها ما تشيلوها، شيلوا الانتركوت الاضلاع الزفر، هاي ما عندكم مشكله. نحن انا نظفتها وجبتها. طيب عندنا اهم شيء هو البهارات، بهارات البرياني. طبعا بكتب لكم المكونات تحت، يعني بهارات مكونات هنديه. يلا شباب نبدا نفتح الكيس السحري. اوب 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 اوب, أوب. هاي كل حركه بيحكي حكايه مع الرياح مع الاجواء. انتبهوا لا تسووا زي هاي الحركه، جايين في الطبيعه ومطر نفس اليوم، هاي بتصيروا مريض زي الكاميرا ماين مسكين ساير مضروب. هذا هو الكيس. قرب على الطيب، قرب. هاي ايش اللي موجود ايش اللي مو موجود حكتب لكم اياه كامل. هذا هو البهارات. نسكب ما حنزود لانه عندي كيلوين اساسا سعر زايد، نضربها صح. بعدها نبدا على البطاطس المنقوع بالعصفر لانه بياخذ اللون والطعم نفس الوقت. وهاي عندنا الياغورت. هذا هو عندنا البصل المقلي، شايف زي الورقه الرياح كمان قاعد تطيرها. نحطها كميه منيح بس كفايه، ما حنزود لانه نحطها بالطبخ ونحط كمان في النهايه. يلا شباب نضربها ميكس كده ونطحنها مع بعض ونخلصها وننتهي. نخليها ربع ساعه عشان يتجانسوا التتبيله مع بعض. اهم نقطه اوب 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 اوب. هاي الريحه اللي انا ابغاها، هذا الريحه اللي انا ابغاها. اوف اوف اوف. بس كده نحن انتهينا. نخليها 10 دقائق وربع ساعه ونبدا على الطبخ. شباب عندنا هاي الكميه طبعا مو للشخص شخصين، هاي اللي 6 اشخاص 7 اشخاص. انا حطيت كميه اكثر لان عندي ضيوف 5 6 اشخاص، جاي واحد كمان صديقنا بيقولون بيحبون برياني بياكلون دبل، ولهاي الاسباب. وانا قاعد اتحمم مع المطر. كل هاي عشانكم تحطون لايك. حطينا على النار ونبدا الان. حط الزيت كتر. تمام. هيا الان نحط كمان الطماطم. ليش حطينا الطماطم اول؟ لانه اساسا عندي البصل جاهز، بس كفايه طماطم ما نكتر لانه الحموضه بيزيد. هاي كفايه كده نحركها. طبعا عندنا الزيت زايد شويه زدناه لانه عندنا تقريبا 2.5 كيلو دجاج و2.5 كيلو ارز، او 2 كيلو ارز بيكفي، حتى اذا زاد ما بيضر. خليها بيستوي. بعدها نحط الثوم نحط البصل. تمام شباب نحن حطينا الطماطم خلينا يستوى 50% ونضيف الثوم مع الزنجبيل مفروم. هاي النقطة أساسية اللي بيجيب الطعم الأساسي.
وعندنا المشكلة الأساسي في البر دائما بيكون النار ويكون الهواء عدو اللدود لدى الطباخين، يعني للأسف الشديد عند النار عالي لكن بيطلع جهة الأيسر الأيمن ما بيضرب على الطبخ أساسا. ما عندنا حل، وما ننسى المطر طبعا. الآن نضيف شوية بصل مقلي، فهمتوا كيف؟ لأنه عندي محطوط الكمية نفس المقدار على دجاج، ونحط الباقي فوق الديكوريشن قبل ما نعطي نقفل الرز اللي كنا اللحظة ننتظرها. هذا هو نحط الدجاج الآن واحدة، خذ كمية قليل لأنه الزيت عندي حار لا يضرب في وجهي. 2 3 عيب. طب عبال ما يستوي الدجاج والرز هاي الأمور عندنا الهواء والاجواء بارد بياخذ وقت اكثر. نحن قلنا ساعتين بيجهز لكن على البالي بيطول، انا مو غلطان. الان نجهز الكدك شاي، طبعا باللغه الاردو او الهندي بيسموه كدك شاي، يعني نحن نقدر نقولها شاي العدني، يعني بيكون نفس الشيء بس هاي بيكون اثقل. تمام، يلا تابعوني. نحط ملعقتين شاي. لحظه انتبهوا، في العالم بيقول ليش على القدر، يعني ليش على مو ابريق، يعني مستغربين ممكن. لا، هاي بيسووه شاي الكدك او العدني، يكون نفس الطريقه كانك تطبخ اكل. نحن نطبخ الشاي، نطبخ الحليب. 1 2 3. هاي عندنا ملعقتين شاي اسود، نخليه شويه يتسخن شاي، بعدها نضيف نص لتر. يلا شباب، ضفنا 1 2 3 4 5 حبات هيل، كواي بيكفي. نخليه عبال ما يغلي ونحط الحليب، هاي بياخذ وقت كثير والنار عندنا ضعيف. عبال ما يجهز الامور نحط السكر ملعقة، ملعقتين، 3 4 بس كفاية، لا تزودوا كثير، وهي حسب الرغبة. انا بحب معتدل بيكون كويس. يلا شباب نضيف الحليب. بعد ما ضفنا الحليب نحركها حركها وخليها عبال ما يغلي صح 10 دقائق 5 دقائق. انا عندي النار ضعيف، اكيد حيتدبل الوقت. انتم في البيت او مكان النار القوي بيكون 5 دقائق كافي. وعندنا بعد 5 دقائق بيكون الجاهز الشاي، واوري لكم الطريقة الصحيح. لازم يصير لون داكن. هذا عندنا الشاي جهز، بس يبغى لها شويتين كمان، نحن كفاية لنا. هذا هو، ها لازم يجي على القوام، لازم جهز نمشي الحال. يلا شباب، هذا هو الشاي على وصولها. 1 2 3 وظبطنا الكاسة، نتكي. وعندنا تمر القصيمي من مدينة المنورة. بسم الله. وعندنا الغروب، عفوا الغروب، فين الغروب يا ولد؟ عندنا الغروب والاجواء ما يحتاج. تعال جربوا هاي التجربة، طلع ممتاز بس متعب شوية، فيها أسباب معينة لكن بيستاهل. وأهم نقطة، لا تيجوا بالمطر، هاي الغلطة اللي أنا سويتها لا تكرروها. يلا زي ما شايفين انتو نحط الموية، يعني بنسلق الرز كفاية. طبعا بياخد وقت كتير للأسف لأنه الأجواء ممطر والجو عندنا النار واطي، جو بارد. طيب يلا شباب نحط ملعقة زيت كفاية، ملعقة زيت 1 عشان الرز لا يتلصق مع بعض. ما عندي زيت، الزيت عندي خلص لانه حطيت كلها في المرقه. طيب نحط البهارات الصحيح. شباب نبدا على العطر، البهارات الصحيحه. العطر عندنا ورقه الغار، وعندنا اليانسون النجم، وعندنا الهيل الاسود او الهيل الدبه، ما بعرف بالعربي ايش يسموه، انتوا باي لغه ايش يسموه العالم انتم بتعرف نفسه. هاي اسمه موتلالشي، هاي اللي بالهندي بيسموها هاي النقطه. وعندنا الهيل العادي، وكذا انتهينا. هاي كلها بيستوي مع بعض، بيجيب الريحه وهدول. باقي الملح وننتهي. نضيف ملعقة أو ملعقتين ملح حسب اللزوم. شباب وصل اللحظة الأخير، هذا هو عندنا لحسن الحظ ضبط معانا الرز والماء الساخن. ونحط الآن الرز منقوع، لا تنسوا لازم تحطوها، هاي كلها بيطلع صحن. بس هاي بعد ما سلق هاي يبغى له الدم 10 دقائق ويخلص. اللحظة الانتظار وصلت على حدها، ونحن جهزنا الآن الرز. هاي الرز عندنا تقريبا 80% أو 90% يكون لازم جاهز، بس يكون شوية ناشف. هاي الرز دحين جهز. طبعا أخذ وقت أكثر لأنه الأسباب زي ما وضحنا، ما نحتاج كل شوي نكرر الشكوى، الغاز والأجواء والمطر والظلام والطلعة. أوف. يلا شباب نصفي الرز
من المويه. ها واحد نحطه هنا. طبعا لا حد يتكلم هنا يتفلسف معاي يقول ليش كذا وليش كذا، الوضع سيء وجيعانين وما نبغى نتكتر كثير. ويلا حاختصر لكم لا تشوفوا. ولا عندنا الدجاج الجاهز. هاي البرياني اساسها بيتحط قوالب، الدجاج، المرقه، الرز فوق بعض. يلا نبدا نأسس. 1 2 3 بسم الله. اوف 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 اوف. سخنا المرقه اساسي الطعم. دحين نضيف فوقها الرز ويطلع اللمحه السحريه الاساسي. بسم الله. نضيف الرز. اي شباب حطينا 2 اخضر عشان الريحه والطعم. ونضيف شباب كمان اوراق من النعناع. يا شباب نضيف اللمس الاخير اللي كان اتكلم عليه، هذا هو البصل المحمص. يلا شباب هاي اللمس النهائي اللي بيطلع اللون والتشكيله، هو ده اللون الصناعي، اللون الاساسي بالطبخ. كده اللمس النهائي خلص. حطينا التشكيله والتلوين والديكوريشن وهاي الامور. نعطيه ضغط لمده 10 دقائق بيكفي، يتماسكوا ويعشقوا مع بعض. غطيناه. يلا شباب اشوفكم بعد ما يخلص على الاكل. شباب هذا اللي كنا ننتظر، هذا هو اللي كنا ننتظر عليه، هذا هو. الآن نطلع الألوان والديكوريشن والطبيعة عشان نضربها ديكور. هذا هو اللي نحن نبغاه الأساسي، الشغل الصح. تعرف شباب إنه أنا الحمد لله بعرف أنواع البرياني تقريبا 7 أنواع، في ممكن فوق 18 أنواع برياني. كل بلد، كل منطقة، كل محافظة. مومباي برياني، او يمديك تقولون البنجابي برياني. هاي البنجابي برياني الصح، هذا هو اللون لازم يكون زي كده ابيض ملون والديكوريشن، وهذا هو الصح الصح عندنا. ها ما شاء الله. السحر الاساسي هو من التحت. نرفع لكم الان تجيبها صح. كملوا ما شاء الله ما شاء الله على الطبيعة ما شاء الله. عندنا هاي الليك بيس، عندنا الغصال، ونحط كم واحدة من البوتيتوز كذا. نحن ضربنا نعطي اللمس الأخير. هذا هو التلوين الأساسي الصح اللي بيسموا اسمها برياني. هذا هو اللمس الأخير. نضربها كم ديكوريشن. وهذا الليمون صح. وخلينا نجلس ونستمتع. بسم الله. يستاهل الأكل، نحن ناكل الأكل بالطبيعة. هاي الأكلات اللي نحن قلنا نستمتعها أكثر ونذوقها دائما في أكلات طبيعة. الأكلات الهندية الباكستاني هاي بيسموه بنجابي برياني. هاي الشغل الصح. البنجابي برياني معروفين مشهورين في الباكستان والهندية. طبعا اساسا تخصصي الوجبات السريعة، سي فود، اكل الهندي الباكستاني الاساسي المشهور. اكيد تابعوني على قناتي شيف يوسف، بيكون الوجبات الاصلي العربي والهندي وجبات السريع. تكلمنا كثير. نذوق واحدة الرز الصح. قبلها خذ لنا غمسة من الدجاج المهري، ذوبان، ونحط اللمسة السحرية النهاية بالنهاية بعدها على المعدة على طول. بسم الله. هاي اسمه رايتا، الصوص الهندي المشهور على طريقتها. هاي موجود في صفحتي بدكم تتابعوه. خلينا ناكل اول شيء بعدين نفهم. بسم الله. خرافي حار دو. استمتعت كثير معكم يا شباب بهاي الرحلة، واذا حابين نستمر بهاي الطبخ والفلوجات والرحلات طبخ انا جاهز، واكون ممنون منكم واللايك والشير. الله يجزيكم الخير. تابعونا على قناتي شيف يوسف، وعلى التيك توك سوشيال ميديا شيف يوسف معكم، ودمتم سالمين في امان الله. مع السلامة.